لا يوجد الليلة نوم مع قناة سراديب الرعب. هل أنت جاهز لقصة اليوم؟ بيت الرعب في أميتيفيل كان البيت القديم في نهاية شارع أميتيفيل، يقف كظل غامض يلفه الغموض والرعب. في عام 1974 انتقلت عائلة ديفو إلى هذا المنزل الضخم باحثين عن بداية جديدة. رونالد ديفو الأب وزوجته لويز وأطفالهما الخمسة كانوا يتطلعون إلى حياة هادئة في هذا المنزل الجميل، لكن لم يكن أحد يعلم أن هذا البيت كان يختزن أسرارا مظلمة، أرواحا معذبة وأحداثا غير طبيعية تحدث في ظلام الليل. في الأسبوع الأول بدأت الأمور تبدو غير طبيعية. في الليالي الهادئة كان رونالد ديفو الابن يستيقظ على صوت همسات غامضة تأتي من الطابق السفلي، وكأنها أصوات أرواح لا تجد السلام. في ليلة عاصفة وبينما كانت العائلة نائمة، استيقظ رونالد على صوت خطى ثقيلة تتحرك ببطء في الممرات. نزل بهدوء إلى الطابق السفلي ليرى ما يجري، وعندما اقترب من الباب رأى باب القبو مفتوحا على مصراعيه ونسمة باردة تعبر منه. وعندما نزل إلى القبو وجد أرضية مغطاة برموز غامضة مرسومة بالدماء وصوت همسات تتعالى وكأنها قادمة من الجدران نفسها. في أحد الأيام بينما كانت لويز تحاول تنظيف غرفة المعيشة، شعرت بيد باردة تلمس كتفها، وعندما التفتت لم تجد أحدا. في ذلك المساء بدأت تسمع صوت بكاء أطفالها قادما من الطابق العلوي، وعندما هرعت إلى الغرف وجدتها فارغة. الأحداث الغريبة تصاعدت بسرعة. في إحدى الليالي استيقظت العائلة على صوت صراخ مرعب من غرفة الأطفال. عندما دخلوا الغرفة وجدوا الأطفال واقفين في زوايا الغرفة، عيونهم موجهة نحو السقف وكأنهم يرون شيئا غير مرئي. بدأ رونالد الابن يسمع أصواتا في رأسه تأمره بأفعال مروعة. تلك الأصوات كانت تزداد قوة كل ليلة، حتى أنه بدأ يرى أشكالا غريبة تظهر له في مرآة غرفته، وجوه مشوهة بعيون حمراء تتحدث إليه بلغة غريبة. في ليلة باردة من شهر ديسمبر استيقظ رونالد ليجد نفسه ممسكا ببندقية والده. كانت الأصوات في رأسه تصرخ وتأمره بقتل عائلته. بدون وعي قام بجريمة مروعة، حيث قتل جميع أفراد عائلته بدم بارد. عندما وصلت الشرطة في صباح اليوم التالي وجدوا جثث أفراد عائلة ديفو متناثرة في أرجاء المنزل والدماء تغطي الجدران. قبضوا على رونالد الذي كان في حالة من الهلع وعدم الفهم لما فعله. خلال محاكمته ادعى رونالد أنه كان يسمع أصواتا تحثه على القتل، لكن لم يكن أحد يصدقه. بعد تلك الحادثة المروعة بقي المنزل مهجورا لفترة حتى انتقلت إليه عائلة لوتس. كانوا يأملون في نسيان ماضيهم والبدء من جديد، لكنهم لم يعرفوا أن الرعب كان بانتظارهم. في أول ليلة لهم في المنزل سمعوا صوت خطوات ثقيلة تتحرك في الممرات. في اليوم التالي وجدوا باب القبو مفتوحا وعلامات غريبة محفورة على الأرض. بدأت الأشياء تتحرك من تلقاء نفسها، والمرايا كانت تعكس وجوها مشوهة لا تعود لها. كانت الأصوات المخيفة تتردد في جميع أنحاء المنزل، وأحد الأطفال رأى كائنا مظلما يقف في نهاية الممر ينظر إليهم بعيون متوهجة. الأحداث الغريبة كانت تزداد سوءا، حتى أن أحد أفراد العائلة بدأ يشعر بيد باردة تلمس كتفه بشكل متكرر، وعندما ينظر خلفه لم يجد أحدا. بدأت تظهر لهم أرواح معذبة تشكو من الألم وتطالب بالراحة. لم يتحملوا البقاء طويلا وغادروا بعد 28 يوما فقط، تاركين كل ممتلكاتهم خلفهم. أصبحت قصة بيت أميتيفيل واحدة من أشهر قصص الرعب في التاريخ، وألهمت العديد من الكتب والأفلام. حتى يومنا هذا يبقى المنزل واقفا كشاهد صامت على الرعب الذي حل بداخله، تاركا وراءه أسئلة بلا إجابة وأرواحا لا تزال تبحث عن الراحة. يصعب تصديق أنها حقيقية، وهو ما جعلها مصدر إلهام المؤلفين وصناع أفلام الرعب التي تحظى بجمهور عريض عبر كل أنحاء العالم من عشاق القصص المثيرة والغامضة.